سالم عثمان، ناشط حقوقي. إذن هذه الندوة كانت حول التنمية المستدامة بالنسبة إلى المغرب الكبير. تكلمنا فيها على سبل التنمية المستدامة في المغرب الكبير، يعني حول كيف الآليات التي يمكن أن نجدها من أجل إيجاد نظرة مستدامة، سواء للاقتصاد، سواء لدور الشباب الريادي في تطوير السياسات الآن الموجودة بين دول المنطقة. هناك آراء جد مهمة جدا وتوصيات جد مهمة، من بينها ومن بين أساسيات التي يمكن عليها قيام سياسات سواء اقتصادية اجتماعية أو سياسية، هو تأثير المجتمع المدني ودور الشباب في المجتمع المدني، سواء في ترقية حقوق الإنسان، سواء في الاعتراف بالتعددية والهويتية في منطقة شمال إفريقيا أي الصرح المغاربي. كذلك هناك نقطة مهمة جدا، وهي تشبيك التعاون بين أطراف المجتمع المدني، وذلك من أجل التعاون والتكلم على نقاط عديدة يهتم الآن حاليا فيها النشطاء الحقوقيين والاجتماعيين والمدنيين في بلدان المغاربية، سواء مشاكل الجيوستراتيجية، كذلك سواء المشاكل السياسية، سواء صراع الأجيال. إذن كل هذه النقاط، هناك نقاط عديدة جدا في الندوة وتم نقاشاتها، والمهم جدا هو أن هناك صوت موحد حول توجه الشباب المغاربي لتكوين نظرة مستقبلية ودور فعال سواء للشبيبة سواء المجتمع المدني في تفعيل الاتحاد المغاربي على أسس جديدة، على أسس مستقبلية، أين نرى وتتم قراءة كل الأخطاء التي كانت في الماضي، وإعادة صياغة هذه المشاكل ورؤيتها بأسلوب سياسي أكاديمي وواضح، والعمل من أجل عدم تكرار هذه المشاكل في المستقبل، والعمل على بناء صرح مغاربي ديمقراطي حر ومغرب الشعوب. شكرا.